السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير وما ينقصكم حتى شي خير. طبيله مغربيه بطويجين وشليضاتها والزيتون مرقد. غادي نوريكم كي درت لهاد الشليضه ولهاد الطويجين اللي كيشهي. هانتوما شوفوا معايا الشليضه ديال الفلفله مطيشه والباربه والزيتون مسلاله. الطويجين حطيته يسخن، درت له الزويته بلديه ودرت البصله غير دويورات. ما تمحلوش راسكم، شويه ديال الدجاج ولا اللحم اللي بغيتو، شويه ديال المعدن ديال سكينجبير والملحه، الخرقوم وشويه د البزار. هاد الطويجين ما غادي نشحروه، ما غنديروا له والو. شويه ديال الثومه، بغيتو تمعسوها معسوها، ما بغيتوش غير قطعوها. شويه ديال البصله الخضاريه كانت عندي موجوده، ديروا نتوما البصله اللي عندكم موجوده. البطاطا كنقطعوها على هذا الشكل هذا، كندير مطيشه وكندير واحد الحفيره وندير جلبانه. هادوك العصيبات ديال البصله درتهم دورت بهم الطاجين، راه في الاخر عطاوه واحد البنه يا سلام. غادي نسقيها بشويه الزيت البلديه من الفوق، شويه القزبر والمعدنوس، وهذه الفلفله حاره مرقده كتقطع، اللي كيعجبو الحرور يديرها كتجي واعره يا البنات. ايوا غطيت الطويجين ومهلت عليه وخليته كيطيب. هذه هي النتيجه الاخيره. زدت هذوك الزوينات اللي كانوا عندي مرقدين، شويه د الحامض، ووليت رديته يسخن. ايوا ما نقول لكمش كيفاش جا كايشهي. ما درت له حتى نقيطه د الماء، هذيك راه غير الماء ديال الخضره، جا خاطر وزوين. وهذه الفلفله مطيشه والباربه والزيتون مرقد حطيتهم في الطبيله ديالي، وكانت غديوه ساهله مغربيه 100%. نتمنى يعجبكم. شكرا لكم بزاف البنات، لهلا يخطيكم، والى فيديو قادم إن